المتحف الإسلامي هو أكبر متحف فني إسلامي في العالم كله، وهو موجود في باب الخلق. وهتلاقيه كمان موجود فيه مجموعة مختلفة من العصور والقطع المختلفة برضو، ويوجد فيه 100 قطعة تقريبا. فكرة إنشاء المتحف كانت في عهد الخديوي إسماعيل. تم تنفيذ الفكرة في عهد الخديوي توفيق. نقل مجموعة كبيرة من الآثار والتحف للمسجد الحاكم بأمر الله. تم افتتاحه رسميا بقى المتحف ذات نفسه في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني. المتحف الإسلامي يضم مجموعة من القاعات. أول قاعة اللي هي الزيرو، وديت فيها لوحة رخامية ومكتوب عليها بسم الله الرحمن الرحيم تبارك، وهي أول تحفة تم تسجيلها في تاريخ المتحف. وفي قاعة العباسي بيوجد في إبريق بينسب إلى الخليفة الأموي، وفي لوحة من الخشب برضو من العصر الطولوني محفور عليها زخارف لطيور ملونة ومزينة. القاعة الفاطمية يوجد بها طبق غبن وهو مزين بزخارف نباتية وكتابات كوفية على حافة الطبق، وفي محاريب ثابتة وفي متنقلة. القاعة المملوكية فيها قطع كتير، ومنها مجموعة من الرنوق وهي بتعرفنا الأشخاص والوظائف. قاعة أسرة محمد علي أهم حاجة بتميز القاعة دي إن هي فيها فواحتين دول من الذهب ومرصعة بالألماس. قاعة العملة والسلاح. القاعة بتضم مجموعة من الأسلحة المختلفة من بدايتها حتى تطورها، ومجموعة من النقود في مختلف العصور. دلوقتي احنا في قاعة المنسوجات، وديت أهم سجادة موجودة فيها، وديت من العصر الصوفي، وهي من الصوف ومن الحرير، وكمان هنلاقي من الخلف فيه خطوط من الذهب والفضة. قاعة الحياة اليومية فيها مجموعة متنوعة من الآثار، وأهمها المدفأة، وديت مصنوعة من الخشب ومدهونة ومزينة ببلاطات خزفية. قاعة العلوم دي بتدل أو أكبر دليل على اهتمام المسلمين بالعلوم أو مختلف العلوم، تمام. وهي بتضم مجموعة من الاستلابات، وهي مكافأة من الذهب والفضة ومن النحاس. I think it's a very, very rare experience we had in this Islamic Art Museum, and we learned lots and lots about Islamic art and the history of Islamic art. I think it's a great experience. I love it.